يمر تاريخ كرة القدم في المغرب بمراحل زمنية مهمة، بدءاً من دخوله خلال فترة الحماية، وصولاً إلى الإنجازات العالمية الأخيرة. إليك أبرز محطات هذا التاريخ. 1. مرحلة التأسيس والنشأة، القرن العشرين المبكر 1956. بداية كرة القدم حوالي 1906 إلى 1913. بدأت كرة القدم تنتشر في المغرب مع بداية القرن العشرين، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة، عن طريق المستوطنين الأوروبيين. يشير البعض إلى أن أول ناد تأسس هو نادي الشرق الرياضي بالدار البيضاء عام 1906. في عام 1913 تأسس الاتحاد الرياضي المغربي للدار البيضاء USM، وهو من أقدم الأندية التي لعبت تحت لواء العصبة المغربية التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم آنذاك. بطولات فترة الحماية. انطلقت بطولة المغرب عام 1916 تحت إشراف العصبة المغربية، وتأسست أندية عريقة مثل الراسينج البيضاوي 1917 والمغرب التطواني 1922. في عام 1939 تأسس فرع كرة القدم لنادي الوداد الرياضي بمبادرة وطنية، وفي 1949 تأسس نادي الرجاء الرياضي. 2. مرحلة الاستقلال والتنظيم الوطني 1956 إلى 1986. تأسيس الجامعة. تأسست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم FRMF رسمياً في عام 1956 بعد الاستقلال. انضمت إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عام 1959، وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عام 1960. انطلاق البطولات الوطنية. انطلقت أول نسخة من البطولة الوطنية وكأس العرش في موسم 1956 إلى 1957. الإنجاز القاري الأول. 1976 حقق المنتخب الوطني المغربي أول لقب قاري له بفوزه بكأس الأمم الإفريقية في إثيوبيا. 3. مرحلة التألق العالمي 1986 إلى 2004. الإنجاز التاريخي في كأس العالم. 1986 المكسيك. أصبح المنتخب المغربي أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى الدور الثاني 8 النهائي في تاريخ كأس العالم. التأهل المتتالي لكأس العالم. تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم